لو انت عمرك بين 18 و 25 سنة فاديني دقيقة واحدة بس من وقتك، هشارك معاك 3 كتب هتفرق جدا في تطوير شخصيتك وانك تعرف نفسك اكتر وتطور من حياتك. اول كتاب معانا وهو متعة ان تكون في العشرين لعلا ديوب. الكتاب ده رائع بمعنى الكلمة وبيتناول 4 جوانب هتقابلهم في فترة ما بين 18 و 25 سنة، سواء النصايح اللي الأكبر منك بيقدمها لك واللي بالمناسبة بيكونوا ناس أصحاب بيزنس ومؤثرين جدا في مجتمعاتهم، أو بناء العلاقات والزواج، أو على مستوى الدراسة والشغل وإزاي تستعد لسن ال30 بعد كده. الكتاب التاني معانا وهو العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية لشين كوفي. الكتاب دوت لازم يكون عندك بأي شكل من الأشكال، سواء ورقي أو بشكل ديجيتال على التليفون، اللي كان سبب في ان انا اغير طريقة تفكيري وابني عادات ناجحة. وهو بشكل او باخر بيعمل سبوت لايت كده على جوانب في حياتك انت مش بتكون واخد بالك منها، وهتبدأ دماغك تتفتح اكتر وتفهم شخصيتك اكتر. الكتاب الثالث معانا وهو العادات الذرية لجيمس كلير. الكتاب دوت اقل ما يقال عليه انه خرافي بمعنى الكلمة، واللي هيكون سبب في انك تطور شخصيتك بشكل اكبر وتتخلص من اي عادة سيئة في حياتك وتبني او تستبدلها بعادة ناجحة وتدوم معاك. وبصراحة ده كان اول كتاب انا اشتريته واللي كان سبب في ان انا اكتسب عادة القراءة واستمر عليها. وبس كده، ده كان بناء على تجربتي الشخصية. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة. والسلام عليكم.